تقبيل أفريقيا من جديد، حيث يستعد المنتخب المغربي لخوض آخر مبارياته بدور المجموعات حين يواجه منتخب زامبيا في ختام منافسات المجموعات السادسة لأسود الأطلس. وبعد تأكد تأهلها رسميا للدور المقبل تتطلع للعبور في مركز الصدارة. مزيد من التفاصيل في تقرير مفدنا مهدي فودي. حسم التأهل حسابيا ورسميا. أسود الأطلس تبحث الآن عن تصدر المجموعة السادسة على حساب منتخب زامبيا الساعي بدوره إلى الانقضاض على تأشيرة العبور. كتيبة وليد الركراكي مطالبة بتجاوز حسرة التعادل أمام الفهود الكونغولية وإبداء ردة فعل ليلة الأربعاء. تحملت العناصر المغربية عناء وجهد المباراة الثانية، لكن جاهزيتها بدنيا وذهنيا لا تناقش بالنسبة للناخب المغربي. لقد استرجعنا جميع العناصر ونمضي في المسابقة وفق خطة عملنا. صحيح أننا بذلنا جهدا مضاعفا في المباراة السابقة بالنظر إلى توقيتها وظروفها المناخية الصعبة، لكنها قوانين المسابقة. نحن مستعدون للمواجهة المقبلة، والذين مجموعة قادرة على اللعب على أعلى مستوى كل يومين أو ثلاثة وتمتاز بمؤهلة رائعة. كثرة البطاقات الصفراء تجبر وليد الركراكي على تعديل قوام التشكيل الأساسي أمام الرصاصات النحاسية، مناسبة مواتية لتنال بعض العناصر فرصتها. رفاق القائد غانم سايس على أتم الجاهزية من أجل اقتناص فوز مهم سيحدد مسار المنتخب في أدوار خروج المغلوب. سنتعامل بذكاء مع هذا اللقاء لأننا نعاني من مشكلة البطاقات الصفراء. بعض اللاعبين قد يتعرضون للإيقاف في حالة تلقيهم للإنذار ويغيبون بذلك عن دور الثمن. لقد أتينا بمجموعة تضم 27 لاعبا من أجل أن يقدم الجميع المساعدة، وسنحترم منتخب زامبيا لأنه سيلعب الكل في الكل من أجل التأهل. لن تكون مباراة سهلة. هدفنا الأول كان تحقيق التأهل. تمت المهمة بنجاح. الآن يجب علينا المحافظة على المركز الأول بالمجموعة. لا مجال للتراخي في هذا اللقاء الأخير. يجب علينا الحفاظ على التنافسية، وهنالك منتخبات لم يحدد مصيرها بعد، ويجب علينا احترام هذه الوضعية. سنلعب من أجل إنهاء الدور الأول كمتصدرين للمجموعة، ويبقى الأهم البصم على أداء جيد والظفر بالنقاط الثلاث. مباراة الكونغو الديمقراطية وما أعقبها من أحداث لم تفسد أجواء تلاحم المجموعة التي خاضت المران الأخير بمعنويات مرتفعة تبعث على الاطمئنان. الصدارة تمكن المنتخب المغربي من الاستفادة من 5 أيام من أجل التحضير لمباراة دور 16. مهدي فودي، بين سبورتس، من مدينة سان بيدرو. إذن الحديث عن المنتخب المغرب كما هو حال المنتخب اليابان. نتائج ملفتة في مونديال قطر وتسجيل للتاريخ المركز الرابع بعد خسارته من المنتخب الكرواتي العتيد بقيادة مودريتش، ونتائج ربما أعطت للجمهور بأن هذا هو الفريق الذي سوف يحصد هذه البطولة، فارتفع السقف، ولكن الطموحات لم ترتفع معها من قبل اللاعبين، ليس من قبل الجمهور الذي ارتفعت طبعا الطموحات والسقف للحصول على هذه البطولة. وهي دي النقطة اللي ممكن تبقى خطر على المنتخب المغربي. حمد، المنتخب المغربي الناس بعد كأس العالم بتبص له ان هو بطل افريقيا. اما معنى ان انت تحصل على المركز الرابع في كأس العالم، تروح تلعب في البطولة القارية بتاعتك، انت تبقى البطل. خاصة المنتخب المغربي يمتلك لاعبين ممتازين. تاني اكتر منتخب يمتلك لعيبه بيلعبوا في الدوريات الخمسه الكبرى في اوروبا. مدرب طموح ومدرب عنده الرغبه ان هو يصنع مجد، ودي نقطه مهمه جدا. فهم حاسس ان هم تحت ضغط شويه في المباريات، وده يفسر حصول اللاعبين على انذارات في خلال المباراتين الاولانيين. الشده اللي اللعيبه موجوده فيها لو اتاخروا في النتيجه مثلا او اتاخر هدف التقدم للفريق،
فدي ممكن تبقى نقطة سلبية تضر المنتخب المغربي، لابد ان يبقى التعامل معها بشكل جيد. النقطة الأخرى اللي ظهرت المباراة الثانية التعامل مع الجو، الأجواء في بنتحدث عن هالنقطة كابتن وائل. نعم، بنتحدث عن هذه النقطة بعد ما نكمل الحديث عن سقف التوقعات. تمام. بالنسبة للمنتخب المغربي، يعني أنت أيضا كذلك، يعني بحثك كنجم المنتخب المصري سابقا والأهلي، وأتحدث معك أيضا من الجهاز الإداري، وهم ربما من أهم الناس الذين يتواجدون في الجهاز الإداري وكذلك من حتى الجهاز الفني. ألم يكن هناك أحيانا استشفاء من بعد البطولات، من قبل الإنجازات؟ ألا يكون هناك بعض الأخصائيين النفسانيين شاهدنا في حتى في المنتخبات الكبيرة مثل منتخب ألمانيا الذي كان هناك استشفاء كامل في المونديال كذلك؟ هو أنا بالنسبة لي الاستشفاء الذهني أهم من الاستشفاء البدني. الاستشفاء الذهني إن أنت تدخل اللعيبة اللي معاك بعد الإنجاز في تحدي جديد ومنافسة جديدة مطلوب إن أنت تفوز بيها، لأن سقف طموحات أي منتخب عربي أو أسيوي في كأس العالم إن هو يوصل مربع ذهبي. مش هقولك إنه يفوز بالبطولة، يوصل دور ال8 حتى، لأن المنتخب المغربي كان أول منتخب يوصل دور ال8، منتخب عربي يعني يوصل دور أو أفريقيا حتى، إنه يوصل دور ال8 في كأس العالم لكرة القدم. فالاستشفاء الذهني ده مهم جدا. الدور الإداري كابتن كيف الدور الإداري إن أنت يبقى متواجد في الجهاز أخصائي نفسي، وجود أسماء في الجهاز لعبت على مستوى عالي، تعرف تتعامل مع اللعيبة، وقريبين جدا من اللعيبة، ينقل اللعيبة. ودي نقطة على فكرة منتخبنا المصري مفتقدها في البطولة دي. احنا البطولة اللي فاتت لو تفتكر يا احمد في كأس الأمم كنا ثلاثة، كنت أنا عبد الله والحضري ومحمد شوقي، الثلاثة لعبنا بطولات كتير جدا مع المنتخب المصري وفوزنا ببطولات وعارفين الإحساس والشعور. فكنا احنا واقفين على الخط مع المدرب اللي عنده يمتلك خبرة، كيروش خبرة كبيرة جدا في التعامل مع المنتخبات. احنا بنساعد وواقفين حاسين باللعيبة جوه ومرينا بالموقف ده، فانه احنا منتخبنا مفتقد النقطة دي شوية. ولما يبقى متواجد النوعية دي في منتخبات كتير هتلاقي بيبقى لها تأثير كبير، ان يبقى موجود على الخط لاعب مر بالتجربة دي كتير جدا، فده بيفيد المنتخب. فالاخصائي نفسي دلوقتي دوره مهم جدا جدا مع الفريق. المنتخب المغربي يمتلك وليد الركراكي، لعب في مستويات كتير ولعب في المنتخب المغربي كتير وعارف الأجواء الأفريقية كويس، لعب في بطولة أفريقيا كتير وعارف إزاي يتعامل مع اللاعبين. بالإضافة أنه عنده نقطة تانية، انه من نفس عقلية وتفكير اللاعبين اللي موجودين في المنتخب المغربي، انه هو مولود في اوروبا وعايش في اوروبا ولعب في اوروبا وعارف تفكير. ودي كانت مشكلة كبيرة لمنتخبات شمال افريقيا، ان يبقى المدرب المتواجد مشتت بين المغرب او البلد اللي هو ينتمي ليها، الاجواء الافريقيه والاجواء الاوروبيه. كان بيجي اللعيبه بالتشتت ده فما يساعدهمش. انما وليد يمتلك الحاجات دي كلها، التعامل النفسي والتحضير الجيد. وانا اشوف ان هو دخل البطوله بشكل جيد، لانه المدرب الوحيد اللي راح لعب مباراه وديه في ابيجان في عشان قبل البطوله بفتره، عشان فتره قريبه، عشان يتعود على الاجواء في كوت ديفوار، لان افريقيا صعبه مع الرطوبه والحراره. اللعيبه دي لما بتتنقل من اوروبا معلش ارتجل منك سؤال، بما انك دخلت في الاجواء، ونقطه مهمه حتى لا تتشعب في الامر وتذهب هذه الفكره. تحدثت عن المناطق واوروبا، وكانك تتحدث أيضا كذلك عن تأثر بعض اللاعبين في التوقيت والأجواء اللي كنت بتتكلم عنها كابتن، واشتكى منها اللاعبين المنتخب المغرب كذلك من هذه الأجواء والوقت المبكر كابتن أيضا كذلك في بعض المباريات. هو الحرارة مؤثرة، إنما الدوافع مهمة جدا. الدوافع تخليك تتغلب على الحرارة، لأن الحرارة والرطوبة دي على الفريقين مش عليك أنت لوحدك.
في لعيبه بتبقى متعوده، يعني اغلب لاعبي المنتخبات الافريقيه بيكونوا جايين برضو من اوروبا والكلام ده، ولكن الرغبه عندهم بتبقى كبير. فاحنا الدوافع والحافز اللي المدرب والجهاز المعاون بيخلقه مهم جدا جدا، يخليك تتجاوز الكلام ده وتتعامل معاه بشكل جيد. بالاضافه لنقطه تانية، انا اشوف ان هي ساعدت المنتخبات في الفتره الحاليه ال5 تغييرات. ال5 تغييرات ده سلاح اضافي مهم جدا يستفيد بيه المنتخبات الكبيره، ان هو يقدر بال5 لعيبه دول يقلب المباريات تماما. فدي يعني نقاط تخليك تعرف تتعامل مع المباريات. ولسه كابتن جمال ذكر واحنا بنتكلم ان ال 26 لاعب او 27 لاعب اللي موجودين في قائمه المنتخب كلهم قريبين في المستوى من بعض يعني. لكن النقطه المهمه جدا واللي هي كانت بصراحه احد مكتسبات كره القدم العربيه، خلينا نحكي، اللي هي بطوله كاس العالم، لم نرى اي احد اشتكى لا من عامل الجو ولا من عوامل الطبيعه اللي هي الملاعب وارضيه الملاعب، بعكس البطوله الحاليه الموجوده بافريقيا، بطوله كاس افريقيا. كاس العالم يا كابتن جمال بطوله 7 نجوم. انت بتلعب في ملاعب مكيفه. ايوه بالضبط. بتلعب في ملاعب مكيفه، اهم المكتسبات بصراحه. يعني دي يعني ما تقدر تقول والله الهواء لا في قطر جميع القارات وجميع الاجواء متواجده. تبي تلعب في حر بنلعبك في حر، تبي تلعب في مكان بارد نلعبك. افضل تعبير انه 7 نجوم زي ما تفضل الكابتن وائل. بصراحه قطر قامت بشيء أشبه بالإعجازي على مستوى التنظيم، على مستوى بصراحة قطر قامت بشيء أشبه بالإعجازي على مستوى التنظيم، على مستوى نهائيات كأس العالم وكأس آسيا. يعني الفارق كبير بين إفريقيا وبين ما أقيم في نهائيات كأس آسيا على مستوى الجو. شوف اليوم أنت في كل المباريات في دقيقة اللي هي الاستشفاء الكولينج بريك. هاي بصراحة كمان يعني بتعطيك انطباع إنه اللاعبين جايين من أوروبا وجايين يلعبوا بهيك أجواء بأي شكل. نقدر نلوم المدرب كابتن، أنت تعرف هناك بطولة. نعم. ولكن هل نستطيع أن نلوم المدرب بأنك عندك وقت كافي للمعسكر؟ ولكن في مثل منتخب المغرب يحترفون خارج يعني المغرب، لا يستطيع التحكم في اوقاتهم او حتى في مبارياتهم، لانهم محترفون في الدوريات الكبرى. لا يمكن انك تلوم المدرب كل اللوم، هو في جزئيه. يعني شوف مدرب المنتخب المغربي اخذ اللاعبين، استغل فتره وجود اللاعبين معه حتى لو اللاعبين المحليين بدون المحترفين، ولعب فيهم مباراه حتى يدخلوا الاجواء. لكن بشكل عام هو معروف بانه اللاعب المنتخب لا يلتحق إلا بأيام الفيفا التي يسمح بها الاتحاد الدولي. لذلك وجوده بالمنتخب الوطني دائما وأبدا هي في فترة. يعني تخيل تلعب في قارة أوروبا ما هي المشكلة وتروح أفريقيا، مولود في قارة أوروبا أساسا. يعني تخيل يعني. فهاي كمان لا، مش اللوم مش على المدرب حقيقة، هي الأجندة والرزنامة هي التي تتحكم بتواجد اللاعبين مع المنتخبات الوطنية، فما في إمكانية إنه يخليهم يتأقلموا يعني.